مفيش قلم بيكتب معاك وهو نايم كده. بقول لك ايه، تعالى تعالى، لقيت واحد بيعمل قهوه وقاعد رايق في المكان. اسمك ايه؟ محمد، انا متربي وانا طالع من هنا. في المكان هنا في انت اصلا المكان من هنا زمان، عشان كده واخد راحتك وبتعمل بعمل قهوه قهوة وكل طب حاجة. انا عند واحد من اكبر المستوردين في مصر الادوات، عايز قلم مميز. قلم مميز؟ طب ماشي استنى. قلم مميز ده قلم ريشه، طب بيشتغل ازاي ده؟ مفيش ورقه ولا حاجه نجربه عليها؟ جرب يا باشا. مش شغال، تضحك اول علينا؟ حاجة بص، لازم اول. منظر بس ولا ايه الحاجه؟ لا يا عم منظري وانا هضحك عليك. ده قلم ريشه قلم كلاسيكي ده. ريش يا باشا كلاسيك، لازم تفك ده استيراد الخرطوشة. مكتبه رشاد برضو؟ استيراد مكتبة رشاد. تركب دي هنا كده وتدوس عليها دوستين. يعني لازم افك القلم الاول؟ تركب الخرطوش فيها الاول عشان يشتغل. والخرطوشه دي بتتقطع من هنا وتبتدي تنزل حبر. تمام. يعني تمام كده القلم جاهز؟ تمام كده القلم جاهز. هات اجرب. جرب كده. القلم بيجري. ايه رايك فيه بس؟ مفيش قلم بيكتب معاك وهو نايم كده. يا كمان بيكتب وهو نايم. شوف بص حرفيا. يعني رهيبه. القلم العادي لا، ما بيعملش كده. لا مستحيل، مفيش بس قلم ده سهل. نعرف عشان هو حبر سايل، والقلم ده حبر سايل غير الحبر الجاف اللي احنا بنستخدمه تمام. العادي. مظبوط. صح. طب سعر القلم ده كام؟ توقع كام؟ هو اكيد سعره اغلى من العادي طبعا، الميكانيزم والريشه يبقى 35. 35 جنيه. 35 جنيه بس. استيراد مكتبه رشاد استيراد برضه. مكتبة رشاد.